بصم عناب السلة باسمه رقما صعبا في البطولة الخليجية لكرة السلة الثلاثية من خلال وصول الفرق العنابية الأربعة الجيش، السد، الريان والغرافة إلى الدور نصف النهائي في البطولة بمشاركة 12 ناديا من دول مجلس التعاون الخليجي. الحمد لله على كل شيء، ونهني طبعا رئيس ومجلس أعضاء نادي الجيش بالفوز ذي. وطبعا المشاركة يعني هي ثاني مشاركة لنا، والحمد لله يعني للسنة الثانية على التوالي نفوز. وطبعا أشكر اللعيبة على المجهود اللي بذلوه في خلال البطولة وخاصة في المباراة النهائية، وأشكر طبعا الاستاف الإداري والفني على تعاونهم مع اللاعبين، والحمد لله على كل شيء يعني. مواجهات البطولة جاءت هذه المرة تحت عنوان المنافسات المحتدمة، منافسات تمكن خلالها فريقا الريان والجيش من تقديم عروض متألقة وحجز مقعدهما في المباراة النهائية، وكان التتويج بلقب النسخة الثالثة لصالح الجيش. الحمد لله بعد صعوبات انقناها في النصف النهائي والنهائي من الفرق القطرية اللي وصلت 4 فرق قطرية للنصف النهائي، وهذا انجاز رغم الضغوطات اللي كانت على الفريق انه لازم يحمل اللقب هذا. فالحمد لله انه اللعيبه كانت في المستوى وكانت لياقتهم جيده لاخر مباراه. والله مشاركتنا مثل ما كنا عم نحكي انه جايين لنحافظ على البطوله، سبق واخذناها بالبطوله اللي صارت عندنا بقطر من سنتين، جايين نحافظ على اللقب يعني. الحمد لله الله وفقنا وبقى اللقب معنا، مثل ما شايفين الكاس بايدنا، كتر خير الله. الحمد لله شباب ما قصروا، كان هدفنا يعني البطوله وجينا واخذناها. تألق الفرق القطرية في البطولة ووصولها إلى المراحل النهائية جاء ترجمة لحرص الإدارة الرياضية على تقديم الدعم الكامل والرعاية لهذه الفرق لتحقق النتائج الإيجابية في جميع المحافل والبطولات الخارجية. لتلفزيون قطر، سالي أسعد، أبو ظبي.